السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جبت لك النهارده عربيه معشوقه الجماهير للعربيات، الناس اللي بتحب العربيات الصيني. العربيات الصيني دلوقتي بقى فيها منافسين كتير جدا زي الشنجان وزي البايك، العربيه اللي لسه نازله السوق. العربيه دي اول جيل ينزل السوق معانا، ولكن نزلت بمختلف جميل جدا وبديزاين جميل بتلفت الانظار بالشبكه والشكل اللي الناس تشوفها تحس ان هي عامله زي البي واي دي الكهرباء كده، ولكن طبعا هي بنزين عاديه جدا وبتنزل موتور 1500 سي سي. هنشوف طبعا التفاصيل دي لما نوصل عند الزون بتاعه الموتور. طبعا العربيه من الواجهه الاماميه شكلها كده ملفت وشكلها يخطف الانظار، ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. ومكتوب عليها هنا كمان من الامام كلمه بايك، ما عليهاش لوجو ولا عليها اي حاجه، هي الكلمه الاساسيه. العربيه دي اسمها بايك اكس 55، فدي حاجه ممتازه. عربيه اس يو في طبعا بتنافس في العربيات الاسبورتاج والتوسان والحاجات دي، ولكن فيها اوبشن جبار ما شاء الله. هنتفرج عليه مع بعض ونعرف طبعا الاختلافات بين الفئات. العربيه دي بالمناسبه كمان بتنزل 3 فئات معانا، والفئه اللي معانا دي هي الفئه اللي في النص، يعني هنشرح عليها الكماليات. الثانيه بتزيد عليها حاجات بس كلها في الاوبشن الداخلي وفي عوامل الامان. طبعا هنتكلم على كل الكلام ده واحنا شغالين في العربيه، ولكن خليني اقول لك من الواجهه الاماميه الاختلافات، او بمعنى اصح ما فيش اختلافات في الواجهه الاماميه، بس هقول لك على الديزاين بتاع العربيه من الواجهه الاماميه. طبعا عندنا هنا ما شاء الله الكبوت اللي جاي بحجم كبير جدا، والعربيه عريضه قوي ما شاء الله، هنعرف الابعاد بتاعتها دلوقتي. طبعا عندنا هنا السوكه اللي موجوده في الكبوت دي بتيجي معانا لحد نهايه الكشاف هنا، مع البلاك اللي موجود على حرف الكبوت، شكله ممتاز جدا. وهنا الكبوت غاطس مش موجود على الشفه زي العربيات اللي كنا بنصورها قبل كده. وبرده عندنا الناحيه الثانيه باقي الكبوت هنا فلات، ولكن في بامب بسيط جدا هنا يكاد يكون مش موجود اصلا. ده بالنسبه للكبوت. عندنا هنا طبعا اللوجو او اسم الشركه اللي هي بايك، والبلاك اللي موجود شكله ممتاز جدا ومدي شكل جميل جدا في العربيه. باقي العربيه هنا الشبكه بتاعتها فيها فتحات تهويه صغيره عشان تحسسك ان العربيه كهرباء، والشبكه الرئيسيه طبعا موجوده عندنا هنا في الاسفل في الديفيوزر بتاع الاكسدام. طبعا الكشافات هنا بتيجي من اول فئه لاخر فئه فول ال اي دي كامل، فدي حاجه ممتازه. عندنا ما فيش اختلافات من الواجهه الاماميه بين الفئات. عندك كمان هنا الفوج لايت بيجي برده فول ال اي دي، وكمان عندك تطعيمات كتيره جدا من البيانو بلاك مديها شكل جمالي جدا في العربيه. ومكمل معانا في الاكسدام هنا الدوران اللي جاي باللون الابيض الجميل نفس لون العربيه، على حسب بقى العربيه دي بينزل منها 5 الوان تقريبا، الابيض والنبيتي، ما بينزلش منها الاسود. فدي برده حاجه ممتازه لان الاسود هيبقى شكله مطفي قوي على العربيه دي. فطبعا الوانها جميله جدا، ولكن ما بفضلش ان انت تجيب النبيتي. اللون المميز في العربيه دي هو اللون الابيض، عشان كده احنا اخترنا ان احنا نوفره في المعرض هنا. والعربيه كمان بالمناسبه لو عايز تشوفها على ارض الواقع موجوده في معرض اشرف قشقوش، موجود في شبين الكوم جنب نادي الشرطه. جميل. وطبعا اتواصلوا معانا عشان لو انت عايز اوفر على العربيه، ولو كمان عايزها قسط برده متاح عليها. كمان العربيه دي متاح عليها من المعرض هنا، وده مش هتلاقيه عند حد تاني، عليها كاش باك بيوصل معاك ل 50 و70 الف جنيه كمان، طبعا على حسب انت هتاخدها كاش ولا قسط. ده كله هنعرفه لما تيجي ان شاء الله تتعاقد على العربيه. طبعا ده بالنسبه للواجهه الاماميه بتاعه العربيه، تقريبا وضحنا كل حاجه فيها والاختلافات برده اللي موجوده فيها. خلينا نشوف دلوقتي الموتور بتاع العربيه ونشوف الاجزاء بتاعته، وكمان اقول لك على السيفتي والمواصفات بتاعه الموتور. يلا بينا. طبعا الموتور الجبار بتاع العربيه دي بينزل 1500 سي سي تيربو، ولكن بيخرج 185 حصان وعزم 305، فالارقام بتاعتها كويسه جدا على الموتور بتاعها، رغم ان هو 1500 سي سي ولكن تيربو طبعا. وعارفين ان التيربو فوائده كتيره جدا، منها ان هو بيقلل معاك استهلاك الوقود، لان العربيه دي بتستهلك معاك لكل 100 كيلو 6.8 لتر، ودي الارقام اللي موجوده في البروشور بتاعك. كمان العربيه بتتسارع من 0 ل 100 في 11.5 ثانيه بالظبط، فالارقام بتاعتها ما شاء الله كويسه. كمان فيها عوامل امان ممتازه جدا زي الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، والحاجات دي كمان بتظهر معاك على الشاشه، هنشوفها لما ندخل في العربيه جوه ان شاء الله. ده بالنسبه للمواصفات بتاعه الموتور. كمان خزان الوقود بتاعها 53 لتر، وحجم الشنطه برده هنشوفها لما ندخل، ولكن هي للاسف 350 لتر. ده بالنسبه للمواصفات بتاعه العربيه. وبالنسبه للموتور كمان عندك هنا في عازل حراري، دي حاجه كويسه عشان طبعا البوهيه ما تاثرش من حراره الموتور. جميل. خرطوم التربو طبعا الموتور هنا عليه كفر من البلاستيك شكله ممتاز. ترتيب هنا الاماكن بتاعه حوض الموتور حاجه ممتازه جدا، والعربيه ما شاء الله من العربيات الممتازه اللي سمعت، رغم ان هي لسه نازله ولكن حققت نسبه مبيعات كويسه جدا في السوق المصري. خلينا نشوف دلوقتي الجنب بتاع العربيه وابعادها والمواصفات والاختلاف بين الفئات مع بعض. يلا بينا. طيب دلوقتي ان شاء الله هنبص على الجنب بتاع العربيه، لكن للاسف دي افضل زاويه لان العربيه ما شاء الله عريضه، وده المساحه بتاعتها يا دوبك موقفينها بحيث ان انت تكون واضح معاك كل حاجه. خلينا نخش في الموضوع على طول. عندك هنا الكاوتش بيكون 18 بوصه
225. العربيه كمان بتكون بروفايل 60، فدي حاجه كويسه. في الفئه الاعلى تجهيزا، دي في اول فئتين. في الفئه الاعلى تجهيزا الاعلى من دي بيكون الكاوتش بتاعها 19 بوصه 55 225 برضو. ده بالنسبه للاختلافات. برضو الجلط بيكون تو تون نفس الكلام بالظبط، فدي حاجه ممتازه. المرايات هنا بتكون فيها اشارات ولكن دي بتكون ضبط بس. في الفئه الاعلى من دي اللي هي الثالثه اعلى حاجه بيكون المرايه بتاعتها بتكون ضم، وكمان بيكون فيها الكاميرات اللي هي 360 درجه، فدي حاجه برضو ممتازه. هنا ما شاء الله الاوكر عندنا بتكون سوفت كلوز، فدي حاجه ممتازه ما شاء الله، جايه فلات كامل تحس ان مفيش اوكر في الباب، فدي من الحاجات الممتازه اللي وفروها في العربيه البايك اللي معانا دي. وكمان شكل الاشارات زي ما احنا شايفين كده من الامام بيقيد معاك الليد، وكمان بيشتغل معاك اشارات في حاله تشغيل الانتظار زي ما احنا عاملين دلوقتي. كمان العربيه في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون فيها في المرايه النقط العاميه، فدي من الحاجات الممتازه. وطبعا كمان بيكون فيها سخانات ما شاء الله. عندنا كمان الاوكر بتنزل في الفئه الاعلى تجهيزا بتكون بلون مختلف، لون غامق شويه ما شاء الله، فدي حاجه كويسه. عندك كمان حليه من النيكل كروم حوالين الازاز بالكامل، والزجاج الخلفي بيكون ملون من اعلى فئه لاخر فئه، وكمان باللون الاخضر مش ملون اسود، ولكن تحس ان مفيش حاجه برده جوه، ما بتكونش الرؤيه واضحه قوي. الانتيريور بتاع العربيه مختلف جميل جدا ما شاء الله، هنبص عليه دلوقتي كمان شويه. بالنسبه لارتفاع العربيه 16 سم، وده برده كويس قوي. بالنسبه لابعاد العربيه دي بقى بتيجي بطول 4 متر و600، بتيجي بارتفاع متر 600، بتيجي كمان بعرض متر 850، فبرضو الابعاد بتاعتها محترمه جدا. وارتفاع العربيه زي ما قلت لك 16 سم. بالنسبه لقاعده العجلات بتاعتها بتيجي 2 متر و700، وده رقم ضخم جدا ما شاء الله. هتلاقي القعده في الكراسي الخلفيه تحس ان انت في بحر معاك. هل في نفق فتيس بقى في الكنبه الخلفيه عشان الثلاثه يكونوا قاعدين مرتاحين؟ ده اللي هنكتشفه لما نشوف الانتيريور بتاع العربيه. خلينا نشوف دلوقتي ظهر العربيه مع بعض، يلا. طبعا هنا ما شاء الله بالنسبه لظهر العربيه شكله مختلف جميل جدا، من الحاجات الممتازه اللي بتلفت الانظار والعربيه ماشيه على الطريق. عندنا هنا طبعا الفانوس بتاعها شكله مسحوب وشكله جميل جدا، ولكن في تفاصيل جميله جدا ما شاء الله. عندك كمان هنا الليدات بتيجي بشكل شريطي، وشكل كمان هنا ستريت زي الستريت لاين كده، فدي حاجه ممتازه. وكمان عندك هنا في حاجات على شكل نقط وشكل سداسي كده، حاجه ممتازه جدا ما شاء الله. والليد مكمل معاك في الفانوس كله. وعندك برده الفوانيس قريبه من بعضها، اللي بيفصلهم بس كلمه بايك اللي موجوده عندنا في المنتصف. عندك المساحه بتكون عاديه جدا زي التقليديه، ولكن كنت افضل ان يعملها تحت السبايدر. لكن هنا برده الناس ما عملوهاش هباء كده، لان هنا لو عملها هتبقى واضحه برده، لان السبايلر هنا جاي بشكل مختلف جدا ومقسوم نصين عشان يديك فخامه اكبر للعربيه. لو كان عمله تحت السبايلر كان هيبقى باين. وعندك طبعا هنا لمبه الستوب موجوده بيلت ان في السبايلر، فدي من الحاجات الممتازه. الزجاج الخلفي بيكون ملون بالكامل معتم سوبر دارك، فدي حاجه كويسه. عندنا العربيه كمان هنا من الخلف زي ما احنا شايفين بالنسبه للديزاين بتاعها الكاميرا خلفيه، ودي موجوده معانا من اول فئه برده عادي جدا، والراك اللي بيركب عليه النمره. وعندنا كمان هنا في الديفيوزر اللي تحت موجود من البيانو بلاك، وفي هنا قطعه كده زي بتاعه اللامبورجيني المعدله منصوري، ولكن طبعا ما فيش وجه مقارنه بين الحاجات دي. عندك كمان هنا في سنسور بارك خلفي، وده موجود معانا برده من اول فئه. هنشوف الشنطه بتاعه العربيه دي. الشنطه بتيجي معانا ب 350 لتر تقريبا، ودي برضو مساحه مش وحشه، وممكن كمان تزود مع ان انت تشيل الفاصل اللي موجود معانا دي. وتقدر كمان ان انت تتني الكراسي، فيها امكانيه طي الكراسي هتوصل معاك ل 1000 لتر تقريبا، ودي حاجه محترمه جدا. مفيش شفه تحميل هنا طبعا، فدي من اميز الحاجات اللي عملوها في العربيه. عندك كمان هنا العده عامل لها مكان مخصص، وبترجع تشيل الفل اللي موجود معانا ده، وتلاقي السبير بتاعك بينزل سبير عادي جدا من اللي هو الرفيع ده، ولكن بينزل جنط اللي هو ال 18 بوصه طبعا عشان يبقى بنفس حجم الكاوتش، ولكن كنت افضل ان هم يعملوه جنط سبور عشان يكون مناسب مع العربيه. طبعا عندنا الشنطه في اعلى فئه بتكون شنطه كهرباء، ده الاختلاف بين الفئات في ظهر العربيه، مفيش اختلاف تاني تقريبا. وهنا عندك القطعه اللي موجوده من البيانو بلاك حوالين الفانوس، والكلمه اللي موجوده شكلها ما شاء الله ممتاز وبايك. وعندك هنا كمان اكس 55، فدي حاجه ممتازه جدا. خلينا نشوف دلوقتي الانتيريور بتاع العربيه مع بعض ونشوف التفاصيل اللي موجوده فيها، يلا بينا. زي ما احنا شايفين هنا طبعا عندك بالنسبه للتفاصيل بتاعه الباب ما شاء الله، عندنا هنا ده طبعا جلد وسوفت جدا، وعندك هنا برده ده جلد، ده طبعا من البلاستيك. وعندك هنا الامبيونت لايت بيجي بشكل مختلف جدا، موجود عندك بين المسند بتاع الباب وبين الباب نفسه زي ما احنا شايفين. وعندك ده كله موجود من الجلد، ودي تفصيله محترمه جدا عشان يبقى جاي هيدن كده تحت المسند بتاع الباب، ما يبقاش ظاهر وشكله غبي. عندنا هنا ما شاء الله الحته دي طايره زي الجناح كده، وعندك طبعا المسند بالكامل من الجلد. وهنا قطعه من البيانو بلاك اللي بتيجي مع الزرار
بتاع الازاز. طبعا احنا مبطلين العربيه. عندنا كمان هنا الاوكر بتيجي من النيكل وفي خط من النيكل ما شاء الله. العربيه بتيجي بساوند سيستم مكون من 6 سماعات، وعندك في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون معاك 8 سماعات، فطبعا الاداء بتاع الصوت في العربيه هيكون قوي جدا ودي حاجه ممتازه. عندنا طبعا هنا السماعات بتيجي برده من نفس الشركه المصنعه للعربيه، باقي الخامات بتاعه الباب بتكون من البلاستيك، وهنا في مكان ضخم جدا تقدر تحط فيه برده ازازه ميه فيكون كويس معاك. ده بالنسبه للتفاصيل بتاعه الباب. تعال اما نشوف بقى دلوقتي الانتيريور بتاع العربيه والخامات اللي موجوده فيها. يلا بينا. طيب بالنسبه للداخليه بتاعه العربيه ما شاء الله زي ما احنا شايفين هنا عندك الفرش بيجي من الجلد بالكامل، وبيكون في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون لونين. ده الفرق في الفرش بتاع العربيه. عندنا طبعا هنا الديزاين بتاع الكرسي ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده حاجه محترمه قوي ما شاء الله. يعني عندك كمان شكل الكرسي هنا ما شاء الله مكتوب عليه كلمه بايك، وفي هنا نفق كده موجود للتهويه ومعمول من البيانو بلاك. شكل الكرسي تحفه صراحه. وعندك هنا في مكان للتخزين ما شاء الله. عندنا هنا الخامات كلها سوفت ومن الجلد. اول فئه بتنزل فرش قماش، وعندنا كمان في هنا اضاءه موجوده في الاوكرا. المسند الاوكرا اللي هنا بتبقى موجوده بتبقى قابله للطي ما بتكونش ثابته. وعندك طبعا فتحه سقف بانوراما كامله في الفئه اللي معانا دي وفي الفئه الاعلى تجهيزا، ولكن السقف بيكون لون مختلف، بيكون من اللون الاسود في الفئه الاعلى تجهيزا برضو. عندك هنا طبعا في مكان لتثبيت مقاعد الاطفال. عندنا طبعا هنا ما شاء الله في مسند وسطي وفي 2 كاب هولدر في الفئه اللي موجوده معانا وفي الفئه الاعلى تجهيزا. فاول فئه ما بيكونش فيه المسند الوسطي ولا ال2 كاب هولدر. عندنا طبعا هنا مكان فتحات التكييف الخلفيه وفي وصله USB حاجه ممتازه جدا. وطبعا التكييف بيكون دول زون في الفئه الاولى وفي الفئه الثانيه وبرده في الاعلى تجهيزا. وعندنا كمان الستارت ستوب انجن بيكون موجود من اول فئه لاخر فئه، هنشوفه طبعا لما نطلع قدام. اميز حاجه هنا صراحه ان مفيش نفق فتيس. المكان هنا فلات بالكامل، فثلاث اشخاص هيقعدوا مرتاحين قوي في الكنبه الخلفيه. دي طبعا الحاجه الممتازه اللي بتقدمها العربيه البايك الاكس 55. خلينا نشوف الانتيريور من الامام مع بعض. يلا بينا. طبعا زي ما اتكلمنا من شويه على نفس تفاصيل الباب. وعندك هنا الاوكرا بتكون من النيكل وفيها اللوك اللي هو فتحتين ما بيكونش فيها الزرار، ولكن هنا طبعا في زرار للوك بتاع الابواب بالكامل. نفس التفاصيل بتاعه الباب الخلفي بالظبط، لكن هنا المساحه بتزيد معاك شويه. خلينا نشوف التفاصيل بقى في الانتيريور اللي هنا الامامي. يلا بينا. عندنا هنا طبعا ما شاء الله العربيه بتكون فيها كرسي كهرباء في الفئه اللي معانا دي بتاع السواق فقط، ولكن طبعا في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون كرسي السواق والكرسي الجانبي بيكونوا الاثنين كهرباء، فدي من الحاجات الممتازه. بالنسبه كمان هنا للطاره بتاعه العربيه زي ما احنا شايفين، قرب معانا كده، عندنا مكتوب هنا كلمه بايك، وعندك التحكم في الشاشه بتاعه التابلو، وعندك هنا كمان الناحيه الثانيه التحكم في الشاشه بتاعه الكاسيت والميديا والحاجات دي كلها. الشاشه هنا بتكون بحجم 10 بوصه، بيكون معروض عليها السرعه وكمان هنا الحراره والبنزين والحاجات دي كلها وكل الاوبشنز اللي موجوده في العربيه. عندنا الشاشه هنا بتكون كمان 10 بوصه، ودي بيكون فيها خاصيه ان انت تتحكم في البلوتوث، وفيها كمان اوبشن جميل قوي هنشوفه مع بعض دلوقتي. تقدر تتحكم في الدرايف مود بتاع العربيه زي ما احنا شايفين. عندك هنا الكونفرت والايكو والسبورت والسمارت، فيها 4 وضعيات للقياده. خلينا نشوف هنا بقى الجزء اللي موجود معانا. تقدر هنا تشغل المساحات زي ما احنا شايفين كده اهو من الضغطه دي، بدل ما تستخدم الدراع برضو الدراع شغال معانا زي ما احنا شايفين. عندك كمان هنا مساعده في الركن في المرور او في الاشارات والحاجات دي. وعندنا طبعا هنا الهيل اسيست اللي هو بيساعدك في الصعود من المنحدرات، فدي من الحاجات الممتازه. عندك هنا الدور، تقدر طبعا ان انت تعرف السنتر بيقفل بعد قد ايه، بعد 5 كيلومتر او 10 كيلومتر او 15 او 20، ده كله اوبشنز موجود في العربيه. عندنا طبعا هنا اللايتس، تقدر طبعا تعرف المده بتاعه التشغيل 20 ثانيه، 10 ثواني، دقيقه، دقيقتين، كل الكلام ده. وكمان الدرجه بتاعه اللون، العربيه بتنزل معانا الامبيانت لايت هنا بيكون لون ثابت، ولكن في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون معانا اضاءه من 64 لون، ولكن في الشاشات بتكون معانا في الفئه دي والفئه اللي قبلها التحكم في 64 لون في الشاشات فقط، ولكن في الامبيانت لايت بيكون معانا من الفئه الاعلى تجهيزا 64 لون. جميل. تعالى كده اما نكمل. هنا عندك الساوند طبعا اللي انت تقدر تتحكم فيه الفوليوم والحاجات بتاعه الصوت كلها، وعندك هنا الدرايف طبعا في هنا شويه اوبشنز جميله جدا. هنا طبعا ده الهوم بتاع الشاشه زي ما احنا شايفين كده، دي الانظمه كلها، وعندك طبعا تقدر توصله بيه البلوتوث، ودي كل الحاجات اللي موجوده فيها. تقدر طبعا تتحكم في التكييف بتاع العربيه، بيكون دول زون ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، تتحكم في كل زون لوحدها. عندك كمان المروحه هنا تقدر تتحكم فيها برضو، طبعا سخانات بتاعه الازاز الامامي والخلفي. ده بالنسبه للاوبشنز اللي موجود في الشاشه. طبعا هنفصل التكييف مع بعض، كل اوامر بتاعه العربيه بتظهر معانا على الشاشه دي زي ما احنا شايفين. كمان العربيه فيها مثبت سرعه موجود معانا، فدي من الحاجات الممتازه جدا.
وبالنسبه للطاره بتكون مكسيه من الجلد، وده بيكون في الثلاث فئات. وطبعا زي ما قلنا هنا التحكم والحاجات دي، وعندنا كمان قطعه من البيانو بلاك موجوده. وشكل الطاره صراحه الديزاين بتاعها جميل جدا، جاي على شكل دي شيب، فدي من الحاجات الممتازه. خلينا نشوف بقى هنا التكييف ما شاء الله جاي بديزاين مختلف جدا، وعليه كمان زي زجزاج كده او نقرشه من البيانو بلاك، وعليها كمان حليه من النيكل كروم. ودي شكل فتحات التكييف، وفي فتحات توزيع هنا برضو جاي الشيب بتاعها او الديزاين شكله مختلف وحاجه محترمه جدا. عندنا طبعا هنا القطعه دي من الجلد وده من البلاستيك، اي قطعه ايدك هيجي عليها هتكون من الجلد. هنا برضو من البلاستيك ولكن ملمسه سوفت قوي، وطبعا هنا برضو نفس الكلام، فدي حاجه ممتازه. عندنا كمان هنا قطعه موجوده شكلها ممتاز جدا، مديه شكل جمالي في التابلو بتاع العربيه وشكلها مختلف ما شاء الله. والشاشه جايه الشاشه الطايره. وعندنا كمان هنا البيانو بلاك الخط اللي مكمل معانا لفتحات التكييف، وعندنا فتحتين تكييف هنا. عندنا طبعا هنا الستارت ستوب انجن، وده بيكون موجود معانا في الثلاث فئات، فدي من الحاجات الممتازه. وشكل الامبيونت لايت بيكون موجود معانا هنا، وطبعا احنا شفنا شكله في الابواب. عندنا طبعا هنا شكل فتحات المكيف زي ما احنا شايفين ما شاء الله، هي المفروض كانت تبقى فوق شويه الشاشه تطلع ودي تركب مكانها، ولكن للاسف هم عملوها تحت، مش فاهم ايه الفكره يعني منها، بس حاجه ملناش علاقه بيها. طبعا عندنا هنا الدرج اللي موجود معانا بيكون سوفت في الفتح، وعندنا المانيوال، والعربيه بتيجي معانا بالصيانات 150,000 كيلو او 6 سنوات ايهما اقرب، ده بالنسبه للضمان بتاع العربيه. عندنا هنا طبعا شكل الكونسول ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده، شكله محترم جدا. وعندك الفتيس شيفت باي واير بيكون موجود معانا في الثلاث فئات، فدي من الحاجات الممتازه. طبعا فرامل الكهرباء ما شاء الله، عندك 2 كاب هولدر، وهنا في مساحه تخزين كويسه. الفئه الاعلى تجهيزا بيكون فيها شاحن وايرلس. عندك برده في مساحه تخزين هنا هم مستغلينها، لو انت شايف معايا كده قرب معلش شويه، في مساحه تخزين موجوده تحت هنا اهي، حجمها كبير جدا، تقدر تحط فيها الاغراض بتاعتك، تقدر تشيل معاك كمان ورق بحجم A4. عندنا كمان هنا في فتحه USB، فدي من الحاجات الممتازه. وعندنا طبعا كمان بالنسبه للدرج هنا، قرب معايا معلش للدرج هنا، في هنا كمان عندك مخرج USB، وكمان في عندك مخرج 12 فولت. صراحه شكلهم غشيم جدا، ومكانهم برده مش في حته كويسه، ولكن للاسف هو ده اللي احنا شايفينه. عندنا طبعا المسند هنا كبير جدا وحجمه كويس. خلينا نشوف كده، عندنا فتحه السقف هنا بتكون بانوراما. طبعا هنا فتحه السقف زي ما احنا شايفين كده بتفتح معانا، ليها زرار لوحدها للكسوه دي. وعندنا طبعا فتحه السقف ليها زرار تاني، بس لازم تفتح دي للاخر اللي هي الستاره. وجايبين صراحه زرار الانتظار في مكان غبي جدا، ولكن هم بيقلدوا عربيه معينه مش هنذكر اسمها. عندك زرار الانتظار هنا اهو، بص معايا كده، زرار الانتظار موجود فوق هنا. صراحه انا شايف ان دي حته غشيمه وبعيده قوي عن ايدك. وعندك طبعا اضاءه هنا من التاتش، حاجه محترمه وشكلها جميل جدا. وقطع من البيانو بلاك اللي موجود فيها الاجزاء بتاعه الزراير، وموجود فيها الجزء بتاع فتحه السقف. خلينا نفتح الفتحه معانا زي ما احنا شايفين، بتفتح طبعا اوتو، فدي من الحاجات الممتازه. عندك في الفئه الاعلى تجهيزا بيكون في هنا اضاءه بالكامل، بتكون للقراءه والحاجات دي. عندنا طبعا هنا المرايه الوسطيه بتكون مرايه عاديه جدا، تعتيم يدوي مش ذاتيه التعتيم، ولكن بتيجي بفريم من اللون الشفاف، فدي حاجه كويسه. عندنا كمان هنا الشماسات ما شاء الله بيكون فيها مرايه ما شاء الله. وعندنا طبعا في اضاءه، ودي بتكون موجوده معانا في الفئه اللي موجوده معانا دي، واعلى تجهيزا فقط. العربيه دي كمان اقدر اسلمها لك ب1,490,000 جنيه، وعليها كاش باك بيوصل معاك ل70,000 جنيه. لو محتاج العربيه دي او غيرها من العربيات توصل معانا عشان نوفر لك كل جديد في عالم العربيات. ولف لفه على القناه بتاعتنا كده، هتلاقي حاجات كويسه جدا هتعجبك. ولو في عربيه ما صورناهاش كلمنا عشان لو عايزها نقدر نوفرها لك باذن الله. كان كون انت هنا من الريفيو الجميل ده، يا ريت اكون افدتك وعرفتك كل جزء موجود في العربيه، والاختلافات كمان بين الفئات فيها. العربيه لسه منطلقه في السوق، ما بقالهاش كتير، ولكن ما شاء الله حققت نسبه مبيعات كبيره جدا. والعربيه دي كمان اللي احنا بنصورها هي متباعه جايه لزبون، فدي برضو حاجه تشجعك ان انت تكون اختيارك الاول هي العربيه البايك الاكس 55. كان كون انت هنا من الريفيو بتاعنا الجميل ده، ما تنساش تتابعنا وتعمل لايك بايديك الجميله. السلام عليكم.